لا، بلاش مختار، ممكن يحس ويعمل لي مشكلة. يا ابن اللي يا أشرف، فلوسك زي ما هي. أنا هاخد الشنطتين من عند أشرف، ده ما سحبش منهم مليم. يعني أنا ممكن آخد اللي محتاجه وأرجعه تاني من غير ما هو يحس، وأبقى أروح لمختار بقى أستلف منه الباقي. ما هو أخويا ولازم يقف جنبي في شدتي. انسى يا نديم. يا ريتني قادر انسى يا نعمة، ما كنت زماني هنا دلوقتي. يا اخي انا ما شفتش بجاحه بعد كده، خلاص ما بقاش حيلتي حاجه، ما انت قلبتني وخدت اللي ورايا وقدامي، عايز مني ايه تاني؟ نعمة مش هينفع الكلام هنا، يلا بينا على الفيلا وهناك بقى نتكلم براحتنا. انهو فيلا دي اللي نصبت عليا وخدتها مني؟ عيب عيب يا نعمة، ما تقوليش نصبت، انا مهما كان برضو جوزك، وفي الاخر احنا الاتنين واحد يا حبيبتي. لا يا حبيبي، طول عمرنا هنفضل اتنين وعمرنا ما هنبقى واحد، انسى. يا نعمة يا نعمة، انا بحبك وباقي عليكي. مش بقولك بجح نديم، انا لا يمكن ارجع لك ابدا حتى لو كنت اخر راجل في الدنيا. عارف ليه؟ لاني عمري ما هحس بالامان طول ما انا عايشه مع راجل نصاب زيك. ما انا يا حبيبتي لو اضمن اني لو رجعت لك الفلوس دي هتفضلي جنبي والله كنت رجعتها لك. لا يا حبيبي، انا مش عايزاك ترجع لي حاجه. عارف ليه؟ لان انا عارفه هاخد فلوسي منك ازاي يا نديم، وهتشوف. لا اله الا الله. يا نعمة يا نعمة، انا لغايه دلوقتي بكلمك بالذوق وبالود، ما تخلينيش اجبرك تيجي لحد عندي بالقانون. ليه يا حبيبي؟ تكونش فاكرني وليا سهله ولا قللت الحيله؟ يعني هتعملي ايه يا نعمة؟ لا ده انا هعمل كتير قوي، جرب كده وانت هتشوف. يا نعمة لاخر مره ايوه حنان. ايه مالك، في ايه؟ طلق؟ حاسه انك بتولدي؟ طيب انا جاي لك حالا، مسافه السكه. نعمة الكلام بينا لسه ما خلصش يا حبيبتي. ها؟ لا بالنسبه لي انا يا اخويا خلص. يلا اجري على الصنيوره بتاعتك، خليها تجيب لك جحش صغير زيك، جاتك العرف انت وهي. انت ايه اللي جابك هنا تاني بعد اللي عملته؟ يا مختار انا جيت هنا عشان محتاج مساعدتك. ده ايه العيل البجح ده يا ربي؟ بقى بعد ما ضحكت على اختي وخدت فلوسها عايز مساعدتي؟ وانا مستعد ارجع لكم كل اللي خدته. هترجع 10 مليون جنيه؟ ايوه، بس تقنع نورة انها توافق ترجع لي. الله 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 الله. ايه؟ ده ايه اللي غيرك كده؟ ابدا، كل الحكايه ان انا كنت جعان وشبعت. وانت ان شاء الله بقى لما ترجع الفلوس هتعيش منين؟ يا مختار انا بقيت واحد تاني، انا عندي دلوقتي شركه راس مالها 40 مليون جنيه. 40 مليون جنيه؟ جبتهم منين؟ انت ناسي ان انا معايا ماجستير اقتصاد ودماغي دي تتاقل بالذهب؟ ده لو 40 مليون يبقى دماغك دي حته الماظ مش تتقل بالذهب. انا الفلوس ما بقتش تهمني دلوقتي، بقى عندي منها كتير. انا كل اللي يهمني دلوقتي ان ارجع اخد ابني ومراتي في حضني. لا حول ولا قوه الا بالله. قطعت قلبي. يا مختار افهمني، انت اخوها الكبير، يعني لو كلمتها ممكن تقتنع. انت مش هترجع لها فلوسها؟ طبعا، وكاش كمان لو وافقت. اذا كان كده ماشي، يعني اعتمد على الله ثم عليك. اطمن يا ابو ياسين، احنا بنعمل عمل خير، ويا بخت من وفق راسين في الحلال. في محضر بره طالب يقابل سعادتك. محضر؟ عايز ايه؟ مش عارفه، بس واضح انه معاه اعلان من المحكمه وعايز سعادتك تستلمه بنفسك. طب خليه يدخل. حاضر يا فندم. استر يا رب. اتفضل. صباح الخير يا استاذ. هيجي منين الخير؟ ما الصباح باين اهو على قدوم الواردين. انا محضر من محكمه شرق القاهره. عرفت يا سيدي. خير. حضرتك الاستاذ سعد عبد الستار ليه؟ ايوه انا. معايا اعلان من المحكمه بدعوى طلاق من السيده رشا شاهين ابو الفتوح زوجة حضرتك. طلاق؟ اتفضل حضرتك امضي لي هنا بالاستلام.
هي وصلت الوضاعة لغاية كده؟ ماشي يا رشا. راجل راجل راجع تعالى عايزاك. نعمين يا ست سماح. اسمي المعلمة سماح. ماشي. نعمين يا معلمة سماح. عايزاك تروح المعلم شعري تجيب منه الفلوس، قول له عشان المعلمة سماح محتاجة مول للطلبية الجديدة، لو حاضر من مبلغ شيء ابعته. طب ما تبعتي صبي من الصبيان وانا مش هورجي يا ست. ما هو جايز يبعت فلوس، ما امنش عليها اي صبي صغير. صح. طب بالاذن يا معلمة سماح. معاك يا منيل. ايه ده؟ مخدرات؟ شفت ابن الحرام عامل المخزن دول قبل تجارة المخدرات، واحنا ولا احنا دريانين. طبعا عشان يخلي مسؤوليته، ولو حصل حاجة سي مختار واخواته هم اللي يلبسوها. طب اعمل ايه يا عم بشندي؟ دبرني. تفتكر ابلغ عنه البوليس؟ لو بلغتوا عنه من غير حالة تلبس ممكن يطلع منها، وممكن كمان انتوا اللي تلبسوها. والعمل؟ انا شايف انك تبلغي سي مختار وهو اللي يتصرف. طبعا لازم يعرف، بس لازم تتخلصي من التهمة دي دلوقتي حالا. لا ده الدليل اللي هيخليه يصدق، لازم يشوف بعينيه، والا هيفضل متغمي وفاكر ان رجب ده واحد من رجالته. خلاص يا بنتي، اللي تشوفيه اعمليه، بس المهم انك ما تخليش البضاعة دي في المخزن، عشان ده محل اكل عيش، ووجودها هنا ممكن يخرب بيوتنا كلنا. ما تقلقش، انا هتصرف في الموضوع ده. خلي بالك يا بنتي، انت طيبة، عشان كده ربنا ساترها معانا. ربنا يخليكي لينا وما يحرمناش منك ابدا. تعيش يا عم بشندي. الف حمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك يا نديم. ابني فين؟ اطمني يا حبيبتي، زمانهم جايبينه دلوقتي علشان نشوفه. اطمنت عليه؟ هو الحقيقه انا لسه ما شفتوش، بس بيقولوا لي عليه زي القمر. يعني هيطلع لمين؟ اكيد لمامته. اخس عليك يا نديم. طب انا عايزاه يطلع شبهك. شبه ايه بس يا حنان؟ يا شيخه حرام عليكي، عايزاه يطلع بالوحاشه دي وما ياخدش حاجه من القمر اللي قدامي ده. يلا يا حبيبي علشان تسلم على مامتك وباباك. سمي يا نديم، سمي عليه يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. جالك كلام؟ جالك كلامي؟ مش سايب منك حاجه ابدا. وريهولي يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اخس عليك يا نديم، ده شبهك الخلق الناطق، ده استنساخ. بجد يا حنان؟ اهو بص. تتصوري شبهي جدا. ربنا يخليك لينا يا حبيبي وتربى في عزك. طيب ايه رايك بقى اسميه كريم علشان يبقى زيي شكلا وموضوعا؟ ولا انت يا ولا؟ لا انت هتعيط من اولها ولا ايه؟ ده انا باباك. بس يا حبيبي ربنا يخليك لينا يا حبيبي، ما يحرمنيش منك ابدا. ياه، وحشتيني قوي يا حياة، وحشتيني قوي يا حبيبتي. ايه ده الاستاذ بتاعنا نام؟ هاتيه بقى ما دخله اوضته. سيبيه شوية، خليه مدفيني. ماشي يا ستي. انت عارفة أنا كل ما بشوف عمر وبلمسه وأحس نفسه طالع ونازل كأن حياة بنتي لسه معايا. ربنا يخليهولك، يخليهولنا كلنا. عشان كده أنا كنت عايزة أسألك رأيك إيه في العرض اللي عرضته عليكي؟ عرض إيه؟ عرض جوازك من أشرف، يعني عشان نتلم كده ونبقى كلنا عيلة. أنا بشكرك يا هدى على مشاعرك دي، بس أنا مش ممكن أقبل العرض ده. أنا عارفة ومقدرة إن الموقف غريب شوية، بس دي أقل حاجة أقدر أقدمها لك بعد كل اللي عملتيه معايا. أنا عمري ما كان ليا أخت، بس أنا بجد حساكي أختي قوي. ده احنا أكتر من إخوات، أنا اتولدت على إيديكي من جديد. وتفتكري بقى بعد ما بقينا إخوات
ممكن اقدر او حتى يهون عليا اني اتجوز جوز اختي. يا ستي انت زعلانه ليه؟ انا موافقه. بس انا بقى مش موافقه، ولو خايفه عليا من الوحده فانا باكد لك ان انا بيكو مش وحيده، وطول ما عمر قلبه بخير وبيدق فده كفايه عليا، كفايه عليا قوي. مالك يا سعد؟ شايل هموم الدنيا على دماغك ليه يا ابني؟ النهارده الصبح جالي محضر. ايه؟ محضر؟ ليه كفالة الشر؟ رشا طالبه الطلاق. طالبة الطلاق؟ ليه؟ هي حصلت؟ طلعت انت صح. وانا اللي طلعت غلط. يا ما قلت لك يا ابني دي ما تناسبكش، ركبت راسك واصريت عليها. كنت متخيل ان ممكن اغيرها، كنت متخيل ان ممكن اشكلها زي ما انا عايز. ليه؟ هي حتة قماش، دي بني ادمه يا ابني، من دم ولحم وطباع، وطباعها كده لا يمكن تتغير ابدا. وبسلامتها بقى طالبه الطلاق ليه؟ بتقول ان انا هاجر عيش الزوجيه وان ده عامل لها مشاكل نفسيه. خلاص ارجع لها وسد عليها حجتها. ارجع لها بعد اللي هي عملته ده يا امي؟ لا يمكن طبعا. طب اهدى يا حبيبي، اهدى. والله يا ابني مش عارفه اقول لك ايه، ما كانش بس هي حامل وبطنها طفل انا كنت قلت لك طلقها، لكن الطفل ده بقى ذنبه ايه في مشاكلكم؟ الطفل ده يبقى ابني انا ولا يمكن اتنازل عنه مهما حصل. ايوه يا ابني، بس القانون بيديها الحق في حضانته لحد 13 سنه. ولا يوم واحد، ولا هتشوفه لمده يوم واحد حتى. طب اهدى يا حبيبي، اهدى يا سعد، ما تتعصبش كده يا ابني. اعمل ايه يا امي؟ اعمل ايه؟ والله يا ابني ما انا عارفه اقول لك تعمل ايه، لكن العمل عمل ربنا. بقول لك ايه يا حبيبي، روح كده يلا اتوضى وصلي ركعتين لله، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى ينور بصيرتك ويرشدك لطريق الصواب والحل. يلا يا حبيبي يلا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. استغفرك يا رب واتوب اليك، استغفرك يا رب واتوب اليك. انت هنا يا ماما؟ ده انا بدور عليكي. في ايه يا حبيبتي؟ في موضوع مهم جدا ولو ما لحقناهوش دلوقتي هتبقى مصيبه. في ايه كفاله الشر؟ اتكلمي يا سماح. ما ينفعش هنا، تعالي تعالي خش الاوضه معايا. يلا. عارفه في ايه بس يا ربي؟ هي مال المصايب عماله تلف علينا اليومين دول كده، مش عارفه في ايه. بصي شوفي. ايه ده؟ ده مخدرات. يا مصيبتي، مخدرات في بيتنا؟ هي حصلت؟ لقيتها في المطبخ. ده ساتر ربنا اني شفتها. بالك يا ماما كوثر لو الحكومه شمت خبر انها عندنا كانوا عملوا ايه؟ كانت تبقى فضيحه ومصيبه سودة. يا رب استرها يا رب. الا مين يا اختي اللي عامل العمله السودة دي؟ المنايل اللي اسمه رجب. رجب؟ يقطع رجب وسنين رجب، هو لسه مختار متمسك بيه وبيشغله يا بنتي. ما انا جايه لك عشان تقنعيه وتنصحيه يطرده، ده واد شر ولو فضل في حجرنا هنتكوي بناره. لا قولي له انت الاول، خليه يشوف المصيبه دي بعينيه، ولو رفض انا هتدخل. يعني ده رايك؟ ايوه يا حبيبتي ده رايي. انا عارفه ابني صوته من دماغه وعنيد، ولو فضلنا ندا على دماغه من هنا لبعد بكره الصبح مش هيسمع كلام اي حد، لكن لما يشوفها بعينيه يمكن يتحرك ويعمل حاجه. عمرك يا ماما. انا مش عارفه يا حبيبتي من غيرك كنا عملنا ايه. ربنا يسترها معاكي دنيا واخره يا رب. متشكره قوي يا حبيبتي. لا شكر على واجب، ده انا عايشه بيكوا وانا من غيركوا ولا حاجه. يا حبيبتي ربنا يخليك يا رب. اتفضل يا سيدي، دي شنطه مليون جنيه زي ما وعدتك. وتخليهم 2 مليون يا مختار. 2 مليون ايه؟ واحنا بنفرق؟ يا ابني انا بطني مفتوحه في عمليات وشغل ومصالح كتيره قوي، انت لولا انك اخويا ومزنوق والمصحف ما كنت اطلع جنيه. مش عارف ليه حاسس انك بتقطع من جلدك كده وانت بتديهم لي. هو مليون جنيه ده شويه يعني فكه؟ خلاص ان شاء الله هردهم لك في اقرب وقت. امتى بقى؟ على اول السنه الجديده. كويس ماشي، يبقى اكتب الشيك بتاريخ السنه الجديده. شيك ايه يا مختار؟ اللي هتكتبهولي. هو انت مش مأمن لي ولا ايه؟ عيب يا سعد، عيب. ده انت اخويا، اخونك ازاي يعني؟ هو ايه اللي عيب؟ امال الشيك ده معناه ايه؟ الشيك ده لضمان الموت من الحياه، وده شرع ربنا يا سعد. وما تنساش ان انا وانت دلوقتي ما بقيناش لوحدنا، بقى في عيال جايه لنا في السكه، انت مستني مولود وانا مستني مولود، ولازم نحافظ على اموالنا علشان خلاص عيالنا. يا عم خلاص يا عم، انت هتعمل لي فيلم. اتفضل يا سيدي اتفضل.
انت كده تمام التمام. مش عارف يا اخي، تحس كده ان الفلوس دي باين لها حرام ولا ايه؟ ما فيهاش بركه. تاني يا سعد، هنعيده تاني؟ امال انا ايه اللي بيجرالي ده يا مختار؟ ده سوء تخطيط منك. ما انا قدامك اهو، اشيتي معدن وفل الفل. يا عم الله اكبر، ما تقرش على نفسك. واما بنعمه ربك فايه؟ فحدث. عرفت ان رشا طالبه الطلاق؟ بنت الابلسه خدتك لحم ورمتك عظم، لعبتها خرصه بنت اللئيمه. بس انا مش هسيبها. هتعمل ايه بقى؟ هقوم اجدع محامي في البلد وهجرجرها في المحاكم. موت يا حمار. وبعدين القوانين اليومين دول مش في صالحك، دي في صالح الست. الست ممكن اليومين دول تخلع نفسها منك يا اخويا. طب اعمل ايه يا مختار؟ ايه رايك اما تولد نخطف العيل ونقول لها انه مات عشان تحل عننا؟ يا عم مات ايه؟ مات ايه؟ فلا الله ولا فالك يا مختار. يا عم بعد الشر، بعد الشر طبعا. مات كده وكده يعني. لا يا مختار، انا وابني لازم نعيش في النور. رشا هي اللي لازم تعيش في الضلمه. ازاي يعني؟ انا في فكره بنت ابلسه جت في دماغي، وعايز امخمخ لها كده عشان تستوي واعرف اعملها. فكره ايه دي يا معلم؟ هقول لك يا مختار، بس توعدني اللي هقوله لك ده يفضل سر بيني وبينك. سرك كبير يا اخويا، قول. 18 مليون ونص؟ ودول بتوع ايه؟ دول باقي نصيبي في الميراث. ليه؟ هو عمي كان عنده مال قارون؟ لا مال قارون ولا حاجة، الحكاية كلها 100 مليون. 100 مليون؟ هي تجارة الجلود بتكسب قوي كده؟ دول مش من تجارة الجلود، امال من ايه؟ صفقة كده بابا عملها الله يرحمه قبل ما يموت بشهرين. ايوه، يعني صفقة ايه دي اللي تكسب الفلوس دي كلها؟ أدوية متهربة. متهربة؟ عشان كده أنا رفضت أخدهم وخدت بس نصيبي الحلال، 1.5 مليون. اللي خلاص خلصوا ومش باقي منهم حاجة. طب والعمل يا أشرف؟ ابننا بين الحياة والموت، ده خلاص الدواء قرب يخلص. مفيش قدامي غير إن احنا نبيع دهبك. وحتى لو بعنا الدهب هيجيب لنا كام يعني؟ وهيقضينا قد ايه؟ احنا عندنا مصاريف كتير قوي وايام اكتر. هو ده اللي محيرني ومخليني مش قادر أفكر. روح هات الفلوس يا أشرف. بقولك دي فلوس حرام. ومش حرام ابننا يموت قدام عينينا واحنا معانا الفلوس ومش قادرين نعمل له حاجة؟ بس أنا خايف من الفلوس دي قوي يا هدى. ربنا غفور رحيم واحنا مضطرين، وربنا اللي قال كده: ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ما كنتش أتصور إنك هتوافق إن احنا ممكن نمد إيدينا على الفلوس دي. يمكن في ظرف تاني كان رأيي يكون غير كده، بس احنا في لحظة صعبة قوي، والفلوس دي هي جزء كبير قوي من حلها، ولازم نتحرك وبسرعة. ياما ناس كتير قوي عيالهم بيموتوا قدام عينيهم، ما بيقدروش يعملوا لهم حاجة من فقرهم وقلة حيلتهم، واحنا معانا الفلوس وفي ايدينا الحل. مش معقول بقى ما نساعدش بيه ابننا. أنت شايفة كده؟ صدقني مفيش قدامنا غير كده. ده الفلوس دي جات لنا نجدة. أشرف أنا كنت خلاص هتجنن من كتر التفكير، ومش معقول بقى يجي لنا الحل وما نتمسكش بيه وننفذه. لو عايز تسهلها على نفسك اتبرع بجزء من الفلوس دي للغلابة، وهو كده تبقى ريحت ضميرك وطهرت فلوسك. يا سهلة كده؟ فكرك ربنا هيقبل؟ وليه لأ؟ احنا ابننا مريض ومضطرين، ايه الغلط في كده بقى؟ ها يا أشرف قلت ايه؟ مش عارف، سيبيني أفكر. فكر براحتك يا أشرف، بس لازم تعرف إنك هترسى على الحل ده، لأن مفيش غيره، وأنا ما عنديش استعداد أعيش لحظة واحدة من غير ابني. وبقول لك أهو، لو عمر جراله أي حاجة أنا هنتحر. استني يا هدى، تنتحري ده إيه؟ إحنا بنتكلم مع بعض. مفيش وقت للكلام. ابننا لازم ياخد الدواء في ميعاده يا أشرف. اللي هيموت، عارف يعني إيه هيموت؟ هيضيع مننا يا أشرف. لازم نتحرك وبسرعة، أرجوك أبوس إيدك. بس بقى كفاية كفاية.
خير يا اشرف، في ايه؟ جايبنا على ملا وشنا كده ليه؟ عايز اعرف مين فيكم اللي خد من فلوسي. فلوسك؟ احنا هنبص لفلوسك ليه؟ وانا حراميه ولا ناقصين ملايين؟ هنبص للمليون ونص اللي حيلتك انت؟ انا ما اقصدش دول يا مختار، انا بتكلم على 18 مليون ونص اللي محطوطين امانه. ايه؟ هما دول جرالهم حاجه؟ اه جرالهم، ناقص منهم شنطتين. 2 مليون جنيه؟ يا نهار اسود، انت متاكد؟ بقول لك الفلوس نقصت تقول لي متاكد؟ انت عرفت منين يعني ان هم نقصوا؟ رحت وبصيت عليهم. دي تبقى مصيبه لو حد غيرنا عرف مكانهم. يعني مش انت اللي خدتهم يا مختار؟ وانا هاخدهم ليه ان شاء الله؟ ناقص ملايين؟ ما انا قشيتي فل والحمد لله. وانت يا سعد؟ بصراحه اشرف انا اللي خدتهم. انت؟ يعني زنقت في قرشين كده عشان ارجع اقف على رجلي تاني في السوق. ما قلتليش ليه؟ انا قلت انت مش حاططهم في دماغك، قلت هاخدهم وارجعهم من غير ما اعمل لك دوشه. 2 مليون جنيه يا سعد؟ اشرف انا مستعد اكتب لك بيهم شيك دلوقتي عشان تضمن حقك. انت بتخرف بتقول يا سعد؟ ده انت اخويا. عموما مفيش مشكله، انا قلقت بس لما رحت وما لقيتهمش مكانهم، خفت لا يكون حد غيرنا دخل المكان. شايف الاخوات بيعملوا ايه مع بعض؟ مش انت تسلفني مليون جنيه تكتبني بيهم وصل امانه. دي الاصول يا سعد، اذا تداينتم فتكاتبوا. وبعدين انت يعني انا هسجنك؟ ما ده ضمان لحق ابني وابنك اللي جايين في السكه. ده انا اخوك يالا. هو يعني عشان اخويا تاكل حقي؟ ده انت المفروض تحافظ لي عليه. انت بتكدب اخوك وصل امانه يا مختار؟ دي اصول التجاره يا سياده الرائد. وبعدين قول لي بقى، انت ايه اللي وداك هناك؟ مش كنت مستحرم الفلوس دي؟ ها؟ زنقت في قرشين عشان دواء عمر، اضطريت اروح ولقيت لما لقيتهم ناقصين. يعني انت خلاص يا اشرف نويت تاخد الفلوس؟ مضطر يا سعد، نصيبي اللي فات خلص في عمليه عمر. والحمد لله وقام بالسلامه. فكها بقى، فكها بقى يا جدع، ما تكشكشهاش، عيش بقى كده انت كده ابتديت تفكر صح. انت شايف كده؟ طبعا هي كده. يا اخي امال انا ليه قلبي مقبوض؟ عشان ما انتش واخد على العز والبرطعه في الملايين. بكره اما رجليك تاخد على كده قلبك هيطمن. ربنا يستر. طب يا اشرف استاذن انا بقى عشان ورايا شغل. خدني معاك. سلام يا جناب المليونير. انت بتتريق؟ بالعكس، ده انا بفكرك بوضعك الجديد عشان تتصرف على اساسه، عشان تبرعش كده وتبقى اخر طعطعه. ده انت اخويا واتمنى لك كل خير، بس كده بقى مفيش حد احسن من حد. سلام. يلا سعد بيه. سلام يا اشرف. سلام. حلي يا حلة وكس الأمين يا حلة حلي حلي يا حلة حلي الحرير يا حلة وكس الأمين. شفتي عليه ما شاء الله، الله أكبر يا حبيبي. الله ده بيضحك، اسم الله عليه، اسم الله عليه. ده طالع سمح زي مامته. انت اللي سامحه وقلبك ابيض وطيبه جدا يا سماح. ربنا يخليكي يا حبيبتي، اللي في القلب في القلب والله، وربنا يديم المعروف بينا. آخ يا ما نفسي أشوف عيل لنعمة يقول لها يا ماما قبل ما أموت. وده هيجي بقى إزاي من غير جواز؟ وأنا بصراحة يا حاجة نفسي تتجوز وتبقى في بيت راجل. إن جيتي الحق هي لازم تتجوز. ايه يا ماما، عايز تخلصي منها وتزحيها من البيت ولا ايه؟ يا بنت بطلي تفكيرك السيء ده، أنا لو بفكر كده كنت جبتها تعيش معايا هنا. يا ماما دي بتضحك معاكي. أنا قصدي يعني إن نعمة لسه صغيرة وممكن تجي لها فرصة تانية مع واحد يكون بيحبها ويقدرها. ده تفكيري في الموضوع كله. أنا فاهماكي يا حاجة، أنا بس خايفة لا العمر يتقدم بنعمة وتلاقي نفسها وحيدة. ده أنا بقول يا رب تتجوز وتخلف وبعدين تتطلق. يا ساتر يا رب، ليه بتقولي كده؟ أصل الرجالة ملهاش أمان، والواحدة مننا ملهاش غير ضناها، لما تكبر تستند عليه. أنا عندك أهو، لولا نعمة ما كنتش أقدر أعيش. يا أختي دي الخلفة نعمة واللي يكرهها يعمى. عن إذنكم. ايه يا ام نعمه ده كلام برضه؟ هو انا قلت حاجه غلط؟ انت مش عارفه ان سماح ما بتخلفش؟ يوه يا اختي خدتني الجلاله في الكلام ونسيت خالص انها قاعده.
ربنا يصبرها وينولها الطفل اللي تتمناه. معلش يا سماح، حقك عليا يا حبيبتي، امسحيها فيا انا. حقي عليكي ليه بس؟ مفيش حاجه. انت عارفه ام نعمه ست كبيره بتخرب في الكلام. الست ما غلطتش في حاجه، دي خايفه على بنتها وبتفضفض. يا عليك يا سماح، هتجننيني بأدبك ده. ده مش أدب، ده الطبيعي. عشان انت ست عاقله مش معقده. وهتعقد من ايه بس؟ هو في حاجه تعقد؟ لا يا حبيبتي، مفيش اي حاجه في الدنيا تعقد طول ما ربنا سبحانه وتعالى موجود، وانت ست مؤمنه وعارفه ان ده مقدر ومكتوب. الحمد لله على كل شيء. اوعي تفتكري يا حبيبتي ان ربنا سبحانه وتعالى لما حرمك من الخلفه يبقى ده بينقصك حاجه، بالعكس ده بيميزك يا عبيطه. يعني معقوله تبقى عدم خلفتي ميزه؟ كلام في سرك ما تقوليش لحد. انا ندمانه ان انا خلفت ولادي دول كلهم. معقوله تندمي؟ ده انت فنيتي عمرك عشانهم. ايوه فنيت عمري عشانهم، عشان اربيهم، عشان افضل جنبهم واحميهم، لكن يا خساره الدنيا خدتهم مني. عشان كده بقى اللي ما بتخلفش دي اريح لها. ياه يا ماما، حد كده شايله جواكي. عشان كده احمدي ربنا يا حبيبتي على اللي انت فيه، واللي بيشوف بلاوي الناس بتهون عليه بلاوي. اضحكي بقى. فين البضاعة؟ فين البضاعة؟ البضاعة فين؟ يا خرب بيتك يا رجب! يا خرب بيتك يا رجب! يا خرب بيتك يا رجب! البضاعة راحت فين؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي! ايه ده؟ عشان تعرف ان فيا شيء لله، واللي ديله نجس بشمه من على بعد كيلو. ديله نجس؟ تتكلمي عن مين يا سماح؟ الزفت راجب، لقيته مخبي الهباب ده في المخزن. رجب يا ابن الحرام، جاب الصنف ده منين؟ ده شيحة مفيش منه ولا سجارة. ايه ده؟ هو ده كل اللي همك؟ لا طبعا، اما واد نجس صحيح. بيلعب في الحرام من وراك ومتحمى فيك، ولولا ستر ربنا كان ممكن يجركوا وراه في داهية. طب ما يمكن يعني يا سموحة البضاعة دي تكون لاستعماله الشخصي، بلاش نظلم الناس يا سماح. يا سلام، كل البضاعة دي لاستعماله الشخصي؟ ولو فرضنا حد يخبيها في المخزن بتاعنا ليه؟ اصل هو لو بيتاجر فيها كان قال لي. ما هو عارف ان انا الصنف ده بحبه وبشتريه ولو بالغلا. يا سي مختار، ده لو قال للدنيا كلها مش هيقولك انت. اشمعنى؟ عشان لو عرفت هتقلق منه وهتحس انه ممكن يلوثك معاه، فتطرده من جنتك، وساعتها هيلود انه يلاقي حد يشغله ويتحمى في ظله. تصدقي ممكن ده عيل سيس ويعملها. يا سي مختار، رجب ده خطر عليك. يعني عايزاني اعمل ايه يا سماح؟ تبلغ عنه وتطرده. لا 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 لا، كله الا الشوشره يا سماح. لا لا لا، يفتح بقى سين وجيم، ده احنا تجار وراس مالنا هي سمعتنا. لا كفايه ان اطرده بس. طب والبضاعه دي هتعمل فيها ايه؟ البضاعه دي بقى هصادرها لنفسي. ده احنا في ايام ما يعلم بيها الا ربنا. دي كميه ممكن توديك في داهيه. عيب بقى، هو انا رجب ولا ايه؟ ده انا اخبيها في مطرح الجن الازرق ما يعرفش يوصل لها. انت حر يا اخويا، بس المهم تطرد الجربوع ده وتبعده عننا خالص. اذا كان كده ماشي، يلا قومي اعملي لي كوبايه شاي كده على ما الف لي سجاره من الصنف المعتبر ده. يلا يا حشيشه قلبي. حاضر. يا ابن اللي يا رجب. مختار، عملت لي ايه يا اخويا في موضوعي؟ موضوع ايه يا نعمت؟ يا نهار اسود عليا، انت نسيت. نسيت ايه؟ بقول لك ايه، انا مش ناقص جنانك على الصبح. حق اللي هتجيبولي من نديم. حقك لسه شويه. لسه شويه لحد امتى يعني ان شاء الله؟ لحد ما اشوف لك طريقه اجيب لك بيها حقك من نديم. لا يا اخويا اطمن، انا عندي الطريقه. طريقه ايه؟ انت عرفت ان نديم خلف واد؟ طبعا عرفت، قال لي ربنا يبارك له. احنا بقى هنخطف له. مختار، عملت لي ايه يا اخويا في موضوعي؟ موضوع ايه يا نعمت؟
يا نهار اسود عليا، انت نسيت؟ نسيت ايه؟ بقول لك ايه، انا مش ناقص جنانك على الصبح. حق اللي هتجيبولي من نديم. حقك. لسه شويه لسه شويه لحد امتى يعني ان شاء الله؟ لحد ما اشوف لك طريقه اجيب لك بيها حقك من نديم. لا يا اخويا اطمن، انا عندي الطريقه. طريقه ايه؟ انت عرفت ان نديم خلف واد؟ طبعا عرفت، قال لي. ربنا يبارك له. احنا بقى هنخطف الواد. نخطف مين؟ انت اتجننتي؟ دي احسن طريقه ممكن نضغط بيها على نديم، صدقني الضنا غالي. طبعا غالي، عشان كده نديم لو عرف ممكن يموتنا. ليه هيعرف وازاي هيعرف؟ هو انا ولا انت اللي هنروح نخطفه؟ طبعا لا. هنبعت حد، وطبعا مش هنروح نقول له ان احنا اللي خطفنا، واكيد هيكون ملخوم في موضوع خطف ابنه ومش هيسأل. يا بنتي ليه؟ ده انت دماغك سم. المهم عندك رجاله مضمونين ينفذوا لنا العمليه. الرجاله المضمونه موجوده، بس لازم اعرف الاول تمن مساعدتي ليكي هيبقى ايه؟ هتنزل لك عن حقي في الفيلا والمحل والمطبخ. وشقه اسكندريه. وماله يا اخويا وشقه اسكندريه؟ بتنازل في الشهر العقاري. طبعا، هو لعب عيال. اذا كان كده ماشي، الواحد يقف وراكي بقلب جامد. ربنا يخليك ليا يا رب. بس اوعي تجيبي سيرتي، دي خدمه انا بعملها لك من بعيد لبعيد. نديم ده صاحبي وشريكي ومش ممكن اخسره. لا ما تخافش، مش هقول حاجه، بس انت ما تنساش تحضر الرجاله بسرعه، وحضر كمان عقود التنازل اللي انا همضي لك عليها. الحمد لله على السلامه يا مختار باشا. قالوا لي انك عايزني خير. انت بتعمل ايه هنا يالا؟ بشتغل. والله؟ بتشتغل ايه؟ جراء يا باشا، انت نسيت ولا ايه؟ انا المشرف بتاعك ودراعك اليمين في الشغل. ولما دراعي اليمين ده بقى يخوني تفتكر اعمل فيه ايه؟ انا لا يمكن اخونك يا باشا. امال دي ايه؟ ايه دي؟ بطل استعباط يالا. مبروم على مبروم ما يلفش. يا باشا انا مش فاهم حاجه. لا انت فاهم كويس قوي، بس بتستهبل. حرام عليك يا ست سماح. حرمت عليك عيشتك يا بعيد. صدق اللي قال ان الناس معادن، واللي طول عمره نحاس مهما لمع عمره ما هيبقى ذهب. الكلام ده ليه انا؟ ولا ايه انا يا امك؟ طب ليه الغلط بس يا باشا؟ ده اقل واجب مع واحد غدار زيك. بتستعماني يالا، بتستعماني. اكل لك ظهر، واول ما اديك ظهر تديني على قفايا. معاش ولا كان اللي يديك على قفاك يا معلم. لا عاش، واداني وبصمت كمان، بس انا بقى اللي اديني على قفايا قطع له ايده. ما تصدقش العالم دي يا معلم، دي ناس عايزه توقع ما بيننا. ما تستاهلش حد يوقع بيننا ويحط لك بضاعه بالمبلغ ده. عارف ليه؟ لانك رخيص يالا. الله يسامحك يا معلم. انا حذرتك قبل كده بس مفيش فايده، وانا الصاب اللي يخسها معايا مش هيلاقي غير بوز جزمتي في وشه. يعني ايه؟ يعني تمشي يالا من هنا وما اشوفش وشك تاني. قول يلا اطلع بره بره. بالسهل كده يا معلم؟ يعني تاخدها من قصيرها وتورينا عرض كتافك بدل ما نبلغ عنك ونخليهم يحطوا الحديد في ايديك. يعني مفيش فايده؟ عايز تبيعني واشتريك ليه؟ فاكرني اهبل؟ ده انت جعان يالا ومالكش امان. طب انا ليا فلوس، انا عايز حسابي عشان امشي. حساب؟ الحساب يوم الحساب يا عصفور. يعني ايه؟ يعني مالكش حاجه هنا بقى كده. ده انت بيجي حاوي، ده بدل ما تبوس ايد ووش وظهر انه سايبك تمشي كده من غير مشاكل. طب انا عايز البضاعه. يعني بتاعتك اهي؟ بتاعتي وتلزمني. البضاعه اتصدرت يا روح امك. انت عارف بقى الصنف الحلو اللي انت مخبيه ده شيح حلو من دول، والواحد بيتنشى عليه والله. ابوس ايدك يا معلم، ابوس ايدك كده هيموتوني. ما هو ده المطلوب. عاوزهم يذبحوني يا معلم؟ انت ونصيبك بقى، ما هو ده جزاء اللي يخون الامانه. طب اديني تمنها. ولا نكله. ابوس ايدك يا معلم، ابوس ايدك كده هيموتوني. ما تموت ولا تروح في 60 داهيه، دي سكه حرام وانت اللي اخترت تمشي فيها. وزي ما ممكن تزهزه معاك وتعيشك، ممكن كمان تجيب اجلك وتموتك. انت كده اللي بتحكم عليا بالموت يا معلم. انت اللي حكمت على نفسك يوم ما فكرت انك تلعب بديلك وتستغفلني يا رجب. طب والله العظيم والله العظيم اخر مره وما هعمل كده تاني. يلا عيب بره يلا بره، مش هشوف وشك هنا تاني. بلاش خوت الدماغ، هيعرف اشرب لي حجر كده على رواقه. ده متمون بصنف معتبر. بس انا مش هسكت، مش هسكت، مش هسكت يا مختار. مختار يا انا ما بخيرك اركبه انا، بس اوعى تقع من عليه. تو على دي اشكال وسخه. ايه ده بس يا حبيبي، الحمد لله انه انكشف لك قبل ما يورطك معاه. كتر خيرك يا سماح، كتر خيرك، انت اللي كشفتيه. ربنا عالم من غيرك كان حصل ايه. انا كل فداك يا سي مختار. بعد الشر عليك يا ست البنات من كل راضي. طب انا هروح اعمل لك كوبايه ليمون تروق دمك. اذا كان كده ماشي.
يا على اخلاق، يبقى معاه صنف زي ده وما يقوليش. يستاهل بقى اللي يجراله. ألف ألف سلامة عليك يا سعد بيه. واضح إن حضرتك تعب صدرك بالسيجار اللي بتشربه ده. لا لا لا، ده انا بنفخ بس. اصل السيجار ده لزوم الديكور. بس انا ساعات بسرح كده وباخده على صدري زي ما حصل دلوقتي. في الحقيقة عاوز أحييك على ذكائك وبعد نظرك يا سعد بيه. ده شغلي اللي بحبه وما ينفعش افشل فيه. واحد غير سعادتك كان زمانه سلم وباع الأسهم من زمان. ده لو كان غشيم. حضرتك ولا مؤاخذة يعني طلعت لئيم. لئيم؟ أصل ال5 مليون جنيه اللي صرفناهم على تجديدات المصنع بدأت تبان نتيجتهم، وكل المؤشرات بتأكد إننا هننجح إن شاء الله. طبعا هننجح طالما بنستخدم ذكائنا وبنفكر وبنخطط واحنا ماشيين على ارض صلبه، يبقى لازم ننجح. في الحقيقة هي مش صلبة قوي يا فندم. قصدك ايه؟ أصل السيولة اللي معانا ابتدت تخلص، ولو ما ضخناش سيولة تانية ممكن المشروع كله يبوظ وخطة الإصلاح تفشل. لا ما تقلقش، انا النهارده قبل ما اجي الشركه عديت على البنك وفتحت لكم اعتماد ب3 مليون جنيه. أحبك يا سعد بيه، وأنت جاهز كده أو كده الواحد يتفائل بالمستقبل. وإمتى يا فندم هنستلم ال2 مليون الباقيين؟ لا انسى، خلاص دول اخر فلوس هسلمها لكم. ازاي يا فندم؟ احنا متفقين على 5 مليون. وانا بطبعهم؟ دي فلوس يعني بتيجي بالضالين. الله، ده انا سالفهم وكاتب على نفسي شيكات عشان اعرف اجيبهم لكم في الوقت الضيق ده. أنا مع سعادتك إنها مبالغ كبيرة جدا، ومش أي حد يقدر يجمع المبالغ دي في الوقت الصغير ده، لكن كده خطة الإصلاح ممكن تتعطل. لا ما تقلقش، مفيش حاجه هتتعطل. ازاي بس يا فندم واحنا عندنا عجز في السيولة 2 مليون جنيه؟ لا، ما انا النهارده كلمت الناس في البنك، اتفقت معاهم انهم هيدوني قرض بضمان المشروع عشان نعرف نسد العجز اللي عندنا. اهو ده الكلام. بس خدوا بالكم، دي فلوس بالفايز، يعني لازم نسدد في مواعيد، والا الفوائد بتاعتها هتنحي الوبر. يعني احنا لازم نشتغل بايدينا واسناننا عشان نعرف نسد اللي علينا، والا كده هخسر كل حاجه، وساعتها مش هيكفيني فيكم الاكل. اطمن سعد بيه، احنا رجالتك وعمرنا ما هنعرضك للخساره ابدا. وبعدين سعادتك البص الكبير، وكل اللي هتقول عليه هننفذه بالحرف الواحد. ايوه كده، يعني تربطوا الحمار مطرح ما يقول صاحبه، والا هتغاب عليكم. خد يا نور يا حبيبتي، دول 1000 جنيه نصيبك من المدبغه والمحل. 1000 جنيه؟ ايوه بالتمام والكمال. ايوه بس ده اقل كده من الشهر اللي فات. نعمه بتقول البيع الشهر ده مش قد كده، عشان كده المبلغ ايه خاسس شويه. عموما يا بنتي، بركه الحلال احسن من اي حاجه في الدنيا. ونعم بالله. خد يا حبيبتي، دول ال1000 جنيه بتوع كل شهر اللي انا وعدتك بيهم، شلتهم لك على جنب. لا يا ماما كفايه عليا، اديتيني الشهر اللي فات. وبعدين معاكي بقى، ده رزق ورزق ابنك ما تقطعيهوش. وبعدين يا حبيبتي انت عندك مصاريف كتير، ودلوقتي انت بقيتي اب وام بالنسبه له. يا ماما بس ما بسش ولا حاجه، هو انت كل مره هتقعدي تبسبسيلي؟ خدي خدي يا شيخ، بلا كلام فارغ، يلا. متشكره قوي يا ماما، بس انا لازم اشوف لي حل. مش معقول هفضل عايشه كده انا وابني عليكي. ايه الكلام الفاضي اللي بتقوليه ده؟ عيب عليكي يا بنتي. مش دي الحقيقه يا حبيبتي؟ دي فلوسك في تجاره ابوكي، ده ورثك. ايوه بس انا لازم اشتغل يا ماما، ياسين بيكبر واحتياجاته بتكتر. خلاص يا حبيبتي، سيبي لي انت ياسين هنا معايا، وانزلي انت مع نعمه في المحل وخدي مرتب. هي نعمه قبضت نصيبها على داير مليم، حتى الاداره كمان خدت عليها مرتب. اما بقى باقي المبلغ هشيله على جنب لاخواتك زي كل شهر. انا مش فاهمه بس الملاليم اللي انت عماله تحوشيها لهم دي هتفيدهم بايه؟ دول معاهم ملايين يا امي. بركه الحلال القليل ابرك بكتير من الحرام ولو كتير. وبعدين يا حبيبتي ما تضمنيش اللي جاي شكله ايه، هشيلهم للزمن، محدش عارف. على رايك حد كان يتخيل بعد العز ده كله نحسبها بالمليم كده؟ معلش يا بنتي، الحمد لله. ان شاء الله بكره الايراد يزيد، ادعي انتي بس وقولي يا رب. يا رب. ايه يا هدى، قلقتيني في التليفون، ماله عمر؟ حرارته 40 ومش راضيه تنزل. نديله خافض الحراره؟ عملت كل حاجه ومفيش فايده.
دكتور. ايوه يا دكتور، عمر حرارته 40 وما بتنزلش. اجيبه لك ولا تحب تيجي تشوفه؟ طيب خلاص اوكي، مع السلامه. ايه قالك ايه؟ هيبعت عربيه اسعاف تيجي تاخد عمر المستشفى. ايه ده؟ هي حالته محتاجه اسعاف؟ مش عارف يا هدى، بس صوته ما يطمنش خالص. يا رب يا رب جيب العواقب سليمه يا رب. ما هو يا تجيب الفلوس يا ترد البضاعة يا ناخد عمرك. ايه يا رجاله؟ هي اول مره نتعامل فيها مع بعض ولا ايه؟ مش اول مره، بس ممكن تبقى اخر مره لو عوقت معانا. تنقطع رقبتي لو فكرت حتى. وبعدين المعلم نخنوخ ده جزمته على دماغي من فوق. المعلم نخنوخ بذات نفسه هو اللي بعتنا ناخد منك حق البضاعة. على عيني والله، على عيني، بس انتوا عارفين الحكومه شاده نفسها على الاخر، فانا قافل على البضاعه لحد ما الامور تهدى. وبعدين كل ما السوق بيعطش البضاعه دي قيمتها بتزيد. والله بتزيد. وبعدين انتوا مستعجلين على ايه؟ البضاعه هتطير. ده ما الناس ما تعرفش ربنا، واي لبط معاهم رقبتك هتروح فيها. لا بعد الشر عليا، بعد الشر عليا باللي انت قلته. ما كانوش كام كيس خدتهم منك ولا قط فيهم رزقي. لا تجيبهم لا تبيعهم، بدل ما نقطعك ونكيسك ونرميك لكلاب السكك. لا يا عم، ايه يا عم الكلام الكبير ده؟ لا، ادوني فرصه كام يوم اكون اتصرفت. قدامك 3 ايام، يا تجيب الفلوس يا ترد البضاعة يا ناخد عمرك، فاهم؟ والله وطبلت على دماغك يا رجب، طبلت على دماغك يا لهوي. طمني يا دكتور. ما اخبيش عليكم، الموقف في غاية الصعوبة، في منتهى الحساسية. كل ده مش وقت سخونيه؟ السخونة خطر على المخ، وعمر بقاله 48 ساعة سخن، ده غير انه بياخد مثبطات مناعة عشان قلبه المزروع، ولو حاولنا ان احنا نديله أدوية تنزل السخونة لازم نمنع أدوية المثبطات عشان الدواء ياخد مفعوله. ايوه بس ده خطر على قلبه، ممكن الجسم يرفضه. والسخونة خطر على المخ. طب وبعدين؟ احنا هنحاول ننزل الحرارة بطرق أولية ويمكن تنزل لوحدها. طب افرض ما نزلتش؟ احنا هنحاول معاه بكل الطرق، ان شاء الله نحطه في حوض تلج. بعد اذنكم. اتفضل. عمر هيضيع مننا تاني يا اشرف؟ ارجوك يا هدى بلاش الكلام ده، اهدي شويه. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي وانا روحي بتروح مني؟ يا رب استر يا رب. لا خشي اوضتك انت يا فرحه. حاضر يا سي مختار. واقفلي على نفسك كويس. حاضر. فهمت هتعمل ايه يا شنواني؟ فهمت يا مختار باشا، اخطف المولود واجيبه لك على هنا. تجيبهولي على هنا هبت بيه؟ الله يخرب بيتك، انت تشوف حته تسوي فيها لحد ما اقول لك تعمل ايه. دي غلبة جامدة قوي، ما نكتم نفسه ونخلص منه وهو اسهل واوفر. لا يا اخويا لا، الواد ده امانه عندنا يومين وبعد كده هنبقى نرجعه لاهله. ما تقول له حاجه. هي ايه العباره بالظبط؟ افهمك يا شنواني، الحاجه نعمت هي صاحبه المصلحه وليها حوار كده مع اهل المولود، فعايزه تضغط عليهم علشان يماينوا ويسمعوا كلامها. فهمت، يعني هناخد المولود عندنا يومين اعاره ونرجعه تاني. الله ينور عليك، بس اوعى يا شنواني، اوعى الواد يجراله حاجه، تطبطب عليه كده، تحن عليه، تجيب له مرضعه. ده ابن صاحبي. معقوله تخطف ابن صاحبك؟ الظروف بقى ليها احكام يا شنواني، ما انت سيد العارفين، احنا في زمن ما يعلم بيه الا ربنا. ما تخلونا في موضوعنا يا مختار، مش كده. طيب خد يا شنواني، ده العربون. كام دول؟ باريزه، واول ما تخلص ليك زيهم. قليلين قوي يا مختار باشا. لا حول ولا قوه الا بالله، مبقاش في ضمير عند العالم، ده حته عيل في اللفه يا شنواني. امال لو قلت لك اخطف ابوه هتعمل ايه بقى؟ كل جته وليها وزنتها، هو احنا بننقي خيار؟ لا يا اخويا، لو على وزنتها يبقى انت اللي هتدفع لنا فلوس. الواد لسه حته لحمه حمرا ما كملتش. ماشي الكلام، عشان خاطرك بس يا مختار باشا، اول ما تتم العمليه اجي اخد باقي حاجه. لا انت تخلع ما تورينيش وشك تاني، من الساعه دي انا بره الموضوع. عجايب، امال مين اللي هيحاسبني؟ الحاجه نعمت بقى هي اللي هتتمم معاك بقيه الاتفاق. انا ماليش مصلحه يا شنواني، انا بره الموضوع. غيرش بس الواحد قلبه الحنين هو اللي عايز يساعد
المظلومه دي انها تاخد حقها. روح يا شيخ، ربنا يديك على قد نيتك. استأذن انا بقى. اذا كان كده ماشي، عشان اواني مش هوصيك على الواد. عيوني يا باشا. تسلم لي عيونك. يلا ربنا معاك. اظن انا كده عملت اللي عليا وزياده، وحتى العربون دفعتهولك من جيبي. ما خلاص يا اخويا انت هتذلني. متشكرين، وجميلك ده مش هنساهولك طول عمري. لا يا اختي نسيه، المهم ما تنسيش الاتفاق. انت تاني ما تبقيش قاسي عليا يا ست. عايز ايه؟ البضاعة، أنا كده هروح في داهية. ما انت اللي كنت هتودينا في داهيه لو البضاعه اتقفشت عندنا. انتوا ناس سمعتكوا زي البرلانت، وعمر ما حد كان هيشك فيكم. سمعتنا زي البرلانت، وانت كنت هتهببها بعملتك السودة لولا ستر ربنا. حرام عليك يا ست، الضرب في الميت حرام. ولما انت ميت خايف من الموت ليه؟ مش كفايه قطعتوا عيش من عندكم؟ انت اللي ما حافظتش على اكل عيشك بباشك البطال ولعبك النت. وعهد الله تبت وما هعمل كده تاني. طب انت جاي دلوقتي تقولي الكلام ده ليه؟ عشان انت ليكي دلال على مختار بيه، ممكن يرجع لي البضاعه او يديني ثمنها. ده عشم ابليس في الجنه. انت بتكرهيني قوي ليه كده يا ست؟ لانك تعبان ومالكش امان. يا رجاله تعالوا طلعوا الخسيس ده بره. سمعت الهنا ميت لك ايه؟ ولا اجيبك على الارض واطلع عليك القديم والجديد؟ يا عم خلاص انا هخرج لوحدي. بس خليكي فاكره يا ست، انا جيت طلبت حاجتي منك بالذوق وانت اللي رفضتي من غير سلام. فوق عليك واد خسيس ونجس. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. جعان. مش جعان، ايوه يتربى في عزكم ان شاء الله زي القمر. ربنا يخليك يا مخ. يلا بقى شد حيلك وهات بنوته صغيره كده ونجوزهم لبعض. لا انا هخلف ولد، وانت ومراتك بقى اللي شدوا حيلكم تجيبوا لنا عروسته. يا سلام يا استاذ مختار، واحنا نروح نناسب حد زي حضرتك؟ تعيش يا ست الكل، اصيله قوي المدام. الله يخليك يا مخ. اتفضل حاجه بسيطه كده للتنس الصغير. ليه كده بس يا مخ؟ ما كانش في داعي تكلف نفسك. يا عم دي حاجه بسيطه، دي 5 وخميسه عشان الواد ما يتحسدش. عموما مردوده لك قريب ان شاء الله يا مخ. اذا كان كده ماشي. سلام يا ست الكل، الحمد لله على السلامه. سلام يا سعاده الباشا. شرفت وانست يا مخ. يبقى خلي بالك من الواد الصغير ده، فيه كويس احسن يبرد. ماشي يا مخ. سلام عليكم. مع السلامه. لطيف قوي مختار. مختار ده يا حبيبتي اعز صديق ليا. عارفه يا حنان، مختار ده هو اللي طلعت لي من الدنيا. ادعي له يا ماما، هو محتاج لنا كلنا ندعي له دلوقتي. يا كبدي عليك يا ابني، يعني هو ما رجعش معاكم؟ هي الحالة ايه بالظبط يا اشرف؟ طب انا عايزه ازوره يا اشرف. مش هينفع يا حبيبتي، هو في العناية ومانعين عنه الزيارة. طب يا اشرف، اول ما يسمحوا بالزياره الله يخليك تقولي عشان اروح ازوره. طب وهدى عامله ايه؟ مسكينه، خد بالك منها يا اشرف، دي ما لحقتش تشم نفسها. طب يا حبيبي مع السلامه. هدى ادخلي نامي دلوقتي، شكلك تعبان قوي. انام ازاي وعمر بعيد عني؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، هو مش لوحده، ربنا معاه ان شاء الله. وبعدين هناك دكاتره كتير قوي بياخدوا بالهم منه. اطمني. مش هطمن غير لما عمر يبقى كويس ويخرج من المستشفى. يا نور، ازيك؟ الحمد لله. انت هتفضلي قاعده حابسه نفسك في الاوضه كده؟ هروح فين؟ اديني قاعده مع ابني. وحشني الواد ده، وحشني. ايه ده انا ما صدقت اني نيمته طول اليوم قاعد بيعيط. صدقت تؤمني بالله؟ لا اله الا الله. الواد ده نفسه يشوف ابوه. ما تستغربيش كده، ما العيال الصغيره دي بتحس زينا بالظبط. انت عاوز ايه يا مختار؟ رؤوف جوزك عايز يرجع لك، وندمان وحاسس بغلطته، ومستعد يرجع لك كل جنيه خده منك، بس ترجعي بيتك معززه مكرمه وابنكم يتربى في حضنكم. بص يا نور، انا قلقان عليكي، وكل يوم بقلق عليكي اكتر،
وقعدتك في البيت دي كده مش عاجباني، والواد بيكبر ومصاريفه هتكتر وانت مش هتبقي قدها، بالذات ان ماما منعاكي تاخدي مني فلوس. مش ماما اللي منعاني يا مختار، انا اللي منع نفسي ان انا اخد فلوس انا عارفه ومتاكده انها مال مش حلال، وده نفس السبب اللي خلاني اتطلق من رؤوف. ايوه يا حبيبتي، بس رؤوف دلوقتي غير رؤوف بتاع زمان، ده بقى اكبر تاجر دواجن في الشرق كله. يعني انت رايك ان انا ارجع له تاني؟ انا شايف من مصلحتك ومصلحه الواد ان الشمل يتلم. خلاص انا موافقه ارجع له تاني، بس بشرط يتنازل عن كل الفلوس اللي معاه ويرجع شغله تاني ويبتدي حياته من جديد. ايه يا نورة الكلام ده؟ ده كلام ناس عاقلين برضه يا نورة. انا عارفه ومتاكده ان رؤوف مش هيوافق. رؤوف مش هو الشخص اللي انا كنت اتمناه، اللي ياخد فلوس مراته من وراها ويبيع ابنه بالفلوس. مش هو اللي تأمنوا علاقتك. عموما يا نورة انا خايف عليكي، كل اللي يهمني مصلحتك. مش عايز الواد لما يكبر يحس انك ظلمتيه لما حرمتيه من العيشه المرتاحه. ابني انا هربيه بالحلال، والايام هتثبت له ان الجنيه الحلال ابرك من مليون حرام. ده تنازل عن نصيبك في الفيلا والمدبغه والمحل وشقه اسكندريه. اتفضلي امضي عندك. امضي ايه؟ مش لما اخد حقي الاول؟ امسك. ترجعي في كلامك ولا ايه يا نعمة؟ انا ما برجعش في كلامي، كلمتي اتفاق. يبقى تمضي على التنازل. مش لما اخد حقي من نديم. هو انا مش قعدتك مع الراجل ودفعت له العربون قدامك على اساس انك هتتنازلي؟ لما اخد حقي الاول. انت بتلعبي بيا الكوره بقى يا نعمة، انت بتشتغليني. انا لسه عند اتفاقي، بس لما امسك حقي في ايديا الاول. بلا اول بقى بلا اخر. انا هكلم شنواني والغي العمليه ونفضل زي ما احنا. استنى بس، انت ايه ما صدقت؟ بلا بس بلا ما بسش، يا تمضي يا الغي. طب وافرض مضيت لك وطردتني انت من الفيلا بعد ما مضيت؟ انا يا نعمة مختار اعمل كده في مرات ابويا؟ انت ده انت تاكل من النبي. بلاش، امضي يا ستي على التنازل وما تسجلوش في الشهر العقاري الا لما العمليه تتم. قلتي ايه؟ طب وافرض الخطه باظت وانا ما طلتش من نديم ولا ابيض ولا اسود، هطلع من كل حاجه كده ايه؟ شلتي ملتي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. قدرك بقى ونصيبك. الله، هو انا مغسل وضامن جنه؟ طب ويرضيك مرات ابوك اللي زي امك تعيش على الحديده؟ يرضيني. ها قلت ايه؟ هتمضي ولا الغي مع شنواني؟ انت ايه يا اخويا بتلوي دراعي؟ حد الله بيني وبين الغصب، حد الله، بس ده اللي عندي يا بنت الناس. قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله حمدي. سيدنا محمد رسول الله. خد مبروك عليك يا مختار. الله يبارك فيك يا اختي، متشكرين. طب قول لي هنبدا العمليه امتى؟ انا مالي بقى، عندك شنواني اتفقي معاه، انا بره الموضوع. وحسك عينك، حسك عينك اسمي يجي فيه، فاهمه ولا لا؟ كده هتسيبني ليهم كده لوحدي؟ ايه خدتني لحمه وهترميني عظم؟ ده انا لو عليا ادق عظمك واهرسه كده بودره واولع فيه بالنار عشان ما اشوفش وشك تاني. ماشي يا مختار، لغايه لما العمليه تتم وبعد كده مش هتشوف وشي ابدا. اذا كان كده ماشي، نصبر اما العمليه تتم. قرب يا رب البعيد وزيح الحمل من على كتافنا. يا لهوي يا اخويا، للدرجه دي مرات ابوك تقيله على قلبك؟ ده انت ولا جبل الموطن.
بيحصل جوه؟ مش عارف يا هدى، انا واقف زيك اهو. هما بيعملوا ايه في الولد؟ انا هدخله. استني يا هدى، انت عارفه ان احنا ما ينفعش ندخل. مش قادره اصبر، هدخل. اصبري امال. خير يا دكتور، في ايه؟ حطيناه في حوض تلج عشان درجه حرارته تنزل من غير ما نديله ادويه. طب وهو بيصرخ ليه يا دكتور؟ صدمه التلج مش سهله، خصوصا ان درجه حرارته كانت عاليه. انا عايزه اشوفه. انا هدخله. من فضلك لو سمحتي، لو بتحبيه خليهم يشتغلوا من غير شوشره. عن اذنكم. يا رب، انا عارف ان انا غلطان واستحق العقاب، بس ارجوك يا رب ما تعاقبنيش في ابني. ده هو اللي حيلتي وكل اللي بترجاه من الدنيا. يا رب. مالك يا سي مختار؟ ايه مش في الفورمه ليه النهارده؟ مفيش، دماغي مدوشه شويه. خير، ايه اللي دوشه ان شاء الله؟ يلا بقى يا سيدي احكي لي. الواد سعد اخويا بيفكر في عامله مهببه، مش قايليه كياني من ساعه ما قال لي عليها. عملت ايه دي؟ مش وقته بقى الكلام ده. يلا يلا قوم يا بت اعمل لنا كوبايه شاي. يلا يا بت، يلا يا ام عبد الستار. حاضر. عبد الستار مين ده؟ عبد الستار مين؟ ايه ابننا؟ لا يا عم، ده اسم قديم قوي. قديم ايه؟ ده اسم ابويا ولازم اخلده ابد الابدين. ده حتى اسم فني كله مزيكا. عبد الستار مختار عبد الستار. ده عايز ملحن يلحنه. يا روز، روز. الو مدام رشا؟ ايوه، مين معايا؟ مش مهم تعرفي، بس لو عاوزه تعرفي سعد جوزك بيعمل ايه دلوقتي روحي شقتكم القديمه وانتي تتاكدي من خيانته ليكي. انت مين؟ الو الو. هي حصلت تخوني يا سعد؟ ده انت ليلتك سودة. الو. يا مختار. لا انا في العربيه رايح انفذ اللي احنا اتفقنا عليه. بقول لك يا سعد، ما بلاش الحوار اللي اتكلمنا فيه ده بتاع رشا مراتك. ها؟ اصل مهما كان دي مراتك برضو، واللي قلناه ده كان ساعة شيطان وراحت لحالها. ما تزودش الطين بله يا سعد. انت اتجننت يا مختار ولا ايه؟ معقوله تدافع عنها بعد كل اللي هي عملته معايا؟ يا حبيبي لا، اهدى بس شويه، انا ما بدافعش عنها ولا حاجه. انا قصدي اقول لك ان في طرق تانية ممكن نحل بيها الموضوع بدل ما نغدر بالبنت كده. هي اللي ابتدت بالغدر، وبعدين خلاص انا ابتديت التنفيذ يا مختار. يا سعد اعلى يا سعد، دي مهما كان مراتك وهتبقى ام ابنك. ما عشان خاطر ابن انا بعمل كل ده، ولا انت عايزني اسيبها تنفذ اللي في دماغها وتتطلق وتاخده مني؟ اوعدك هنلاقي لها حل صدقني، بس ارجع اللي في دماغك ده ربنا يهديك. خلاص يا مختار، السهم نفذ وانا مفيش قدامي حل تاني. يا سعد يا حبيبي، ما تخليش السكينه تسرقك وتعمل حاجات ترجع تندم عليها بعد كده. مفيش حاجه ممكن تخليني اندم اكتر من اللي انا فيه دلوقتي. وبعدين صدقني يا مختار، هي دي الطريقه الوحيده اللي ممكن ارد بيها على كل اللي عملته معايا. وبعدين بقول لك ايه، سيبني واقفل دلوقتي عشان انا سايق. سلام. الو. لا حول ولا قوة إلا بالله. سامحه يا رب، يا رب سامحه واغفر له. وهو قدامك أهو، أنا برأت ذمتي، نصحته وما اتنصحش.
عايز اثبت حاله الزنا دي يا حضره الظابط. الحقوني انا في مصيبه ومش عارفه اعمل فيها ايه. خير يا بنتي، كفالة الشر. ايه؟ سعد حفر لي حفره وقعت فيها. حفرة ايه؟ سعد اللي المفروض انه جوزي وهيبقى ابو ابني خطط ورتب عشان يلبسني قضيه يخلص بيها مني. قضيه ايه؟ قضيه زنا. يا خبر اسود. خلى واحده تكلمني توهمني ان هو بيخوني في شقته القديمه. نزلت جري عشان اقفش متلبس، دخلت لقيت واحد جوه حاول يتحرش بيا، جيت اقاومه لقيت سعد داخل معاه البوليس واتهمني ان انا بخونه مع عشيقي. يا دي الفضيحه. يا مصيبتي سودا. طب وازاي سعد يعمل كده وانتي مراته وعلى ذمته؟ واللي يمسه يمسك اكيد. ده اول حجه يعملها علشان يخلص منها ويحرمها من اللي في بطنها. معقول سعد تفكيره يوصل في الشر لحد كده؟ سعد خلاص اتجنن وما بقاش ليه كبير يوقفه عن الجنان اللي هو فيه. معقول؟ خلاص بنتنا بقت لعبه؟ يا عالم ده عرض ناس وسمعتهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا سعد يا ابن كوثر. اشوف فيك يوم يكون اسود من قرن الخروف. الحقيني يا حاجة كوثر، ابوس ايدك انجديني. فين استفيدك يا خالة الشر؟ بنتي رشا في الاسم معمول لها قضيه. قضية؟ طب ما كلمتيش سعد جوزها ليه؟ مهما حصل بينهم من مشاكل برضه هيتصرف. ما هو سعد هو اللي ملفق لها القضيه. انت بتقولي ايه يا ست انت؟ سعد ابني يلفق لمراته قضيه؟ ايوه سعد ابنك لفق لمراته قضيه منه لله. حسبنا الله ونعم الوكيل. لفق لها قضيه عشان يزوق سمعتها وياخد منها ضناها. وكمان بتحاسبيني على ابني في وشي. قضيه ايه دي؟ قضيه زنا يا حاجه. زنا؟ قضيه زنا؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. سعد ابني يعمل كده؟ لا سعد ما يعملش كده ابدا. لا عمل، والله العظيم عمل. وبنتي مظلومه، والله مظلومه يا حاجه. جريزك انت جايه ترمي بلاكي علينا هنا ولا ايه؟ عيب عليكي يا حاجه، عيب عليكي. احنا ناس غلابه بس ما حلتناش الا شرفنا. انا مش قصدي يا ست فيدة، يعني قصدي بقول يعني يمكن تكون البنت كانت على علاقه كده ولا كده، يعني باي حد ومخبيه عليكم. ما انت عارفه الشيطان شاطر. حرام عليكي يا حاجه، حرام عليكي. والله العظيم بنتي مظلومه، وحق كتاب الله ده ان شاء الله عم بعينيا وانا واقفه دلوقتي. حتى ابعتي جيبي ابنك واساليه وحلفيه وانت تعرفي الحقيقه. انا مش قادره اصدق ان ابني ممكن يعمل كده. انا في عرضك يا حاجه، استري عرضي، ربنا يستر عرضك يا حاجه. بس يا ست فيدة، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بصراحه بقى انا مش قادره اصدق الموقف الصعب ده. يا رب استر على ولايانا يا رب، استر على ولايانا يا رب. انا عايزه ابني يا نديم. انا ما لحقتش افرح بيه عشان خاطري هاتهولي. أرجوكي تهدي علشان نعرف نفهم. نهدى؟ حضرتك بتطلب مننا نهدى يا حضرة الضابط؟ ابني اتخطف، انت فاهم؟ ابني خطفوه وعايزنا نهدى. تفتكر مين اللي خطف يا استاذ نديم؟ وتفتكر انا لو اعرف كنت هستنى؟ انا كنت كلته باسناني. مالكش اي اعداء؟ انا مفيش عداوه بيني وبين حد ممكن توصله انه يخطف ابني. وحتى لو في عداوه وعايز ينتقم انا قدامه يعمل فيا اللي هو عايزه. لكن الطفل ده ذنبه ايه؟ مفيش ولا طفل اتخطف تاني. ده معناه ان انتوا المقصودين بالموضوع ده. حضرتك مالكيش اي اعداء؟ ما بتشكيش في حد؟ ماليش، معرفش. انا عايزه ابني يا نديم. ابوس ايدك، انا ما لحقتش افرح بيه عشان خاطري يا نديم. ارجوك تاجل السيجاره لبعدين. حضرتك شايف حالتها عامله ازاي؟ عموما اطمنوا، ان شاء الله هنلاقيه. حضرة الضابط، يا ابني انا مش هطمن غير لما ابني يبقى قدام عينيا. ان شاء الله. بس ابوس ايدك يا نديم. انا عايزه ابني عشان خاطري. اخص عليك وعلى اخلاقك. معقول انت تعمل كده يا سعد؟ وفي مين؟ في مراتك ام ابنك؟ دلوقتي بقت مراتي وام ابني؟ انت مش كنت دايما بتحذريني منها؟ ولا انت نسيتي انها اتخلت عني في عز محنتي وكانت السبب في السكر اللي جالي؟ انت عاوز ايه؟ تبرر عملتك السودا دي؟ هي اللي ابتدت يا امي مش انا. يا خساره، كل يوم بتاكد ان انا ما عرفتش اربيكوا. لا يا امي، ما تجيبيش اللوم على نفسك. انت ربيتيني احسن تربيه، بس زي ما انت ربيتيني الدنيا كمان علمتني ان اللي يديني ألم
ارده له 2. يا سلام، وهم دول بقى القلمين يا سي سعد؟ تعملها قضية زنا وتضيع شرفها؟ انت ايه يا اخي؟ انت شيطان؟ ده حتى الشيطان نفسه ما يجيش على باله يعمل عملتك المهببة دي. وانا كمان فكرت كتير قوي وتعبت لغايه ما وصلت للحل ده. ده انا حتى شرط مختار قبل ما اعمله. مختار اخوك كان عارف؟ اخوك الكبير كان عارف؟ وقال لك ايه بقى يا سي سعد؟ شجعني طبعا، لانه كان حاسس بمرارتي وحسرتي. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة اللي أنا فيها. ده بدل ما يهديك يقوم مشعللك. انتوا ايه؟ يا خسارة، يا خسارة تربيتي فيكوا، يا خسارة. يا امي اللي في بطنها ده يبقى ابني، وانا مستحيل اسيب ابني يتربى بعيد عني لحظة واحدة. هو ده كل اللي يهمك يا أستاذ يا محاسب؟ طب ما فكرتش لحظة واحدة لما ابنك ده يكبر ويعرف إن أمه ليها ملف في الآداب هيكون موقفه إيه؟ ما هو مش هيعرف، محدش هيعرف، لان انا ممكن في اي لحظة اروح واخرجها من غير شوشرة. يعني دي مجرد وسيلة ضغط عليها، بس ساعتها بقى هكون جبت مناخيرها الارض. انتوا اللي جبتوا راسي في الارض. اقول لربنا ايه يوم القيامه؟ اقول له ايه؟ انتوا ايه؟ ظلمه؟ ما عندكمش ضمير؟ اسمع يا واد، انت تروح دلوقتي وتخرجها حالا. هخرجها يا امي، قلت لك هخرجها، بس بعد ما ارجع حقي الاول. ما هو كمان مش معقول اشوه صورة ابني. وانت لسه هتشوه؟ ما اللي حصل حصل، وزمانها مرميه في الحجز دلوقتي وكل الناس عرفت. تقدر تقولي لما تخرجها هتعمل ايه؟ مش هخليها على ذمتي، هطلقها. انا اصلا عامل كل ده عشان اطلقها وما يبقى لهاش عين تطالبني بحضانة ابننا. وتحرم ابنك من حضن امه وهو لسه لحمه حمراء؟ كفايه عليه حضني انا، وانا بقى بطريقتي هعرف اعوضه عنها بحاجات كتير قوي. مفيش حاجه في الدنيا يا ابني تعوض اي طفل عن حضن امه ابدا، وانت بانانيتك دي وبعندك شوهت صورتها وسمعتها. ده العار اطول من عمري يا ابني، حرام عليك يا استاذ يا محاسب يا بتاع ربنا يا اللي بتصلي. والله صلاتك دي ما هي نافعه. يو بقى من فضلك يا امي كفايه كلام في الموضوع ده. انت جنسك ايه يا ولد؟ جبله؟ مش ممكن، مش ممكن تكون سعد ابني ابدا اللي انا ربيته، استحاله. انت بقيت واحد تاني معرفوش. ايه؟ اكل حرام خلاص؟ بلد احساسك وصرعك على اقرب الناس ليك لدرجه انك بقيت خطر على نفسك. يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي عليك يا سعد، يا خوفي عليك من اللي هيجرالك، ويا خوفي عليك من نفسك. ايه اللي انت فيه ده؟ ايه البرود اللي انت فيه ده؟ هو مش ابنك زي ما ابني؟ ابوس ايدك يا حنان، انا مش ناقصك. ارجوك يا نديم رجع لابني الله يخليك. اللي هيجنني مين اللي خطفه؟ وليه؟ مش يمكن تكون عصابه من اللي بتخطف العيال ويبيعوهم للناس اللي ما بيخلفوش؟ يا شيخه فال الله ولا فالك، انت بتفولي على الولد. ما احنا بقينا في زمن ما يعلم بيها الا ربنا. ابوس ايدك يا نديم، اعمل حاجه رجع لي بيها ابني. يا حنان انا مستعد اعمل اي حاجه، بس اعرف له سكه الاقيه بيها. يا ابني، يا ابني اللي قعدت احلم بيك ايام وليالي شايلك في بطني، بحلم باليوم اللي اشوفك فيه، ويوم ما تيجي اتحرم منك كده انا ما لحقتش احفظ ملامحه. حرام عليكي، حرام عليكي، ما تتعبينيش اكتر ما انا تعبان. الو، انت نديم؟ ايوه انا. انت مين؟ مش لازم تعرف، بس اللي مهم تعرفه ان ابنك عندنا، ولو عايزه يرجع لك تاني لازم تدفع 5 مليون جنيه، يا كده يا مش هتشوفه تاني. هدفع، صدقني هدفع، بس رجعولي ابني. مين دول يا نديم؟ ابني عندهم؟ مين؟ رد عليا قول لي. استني بقى. طالما هتيجي معانا دغري ومن غير دوشه ولا شوشره، ابنك هيبات في حضنك بعد ما تسلمنا الفلوس، ووعاك تبلغ البوليس بعدين تفقده. لا بوليس ايه؟ والله ما هبلغ البوليس، انا ابني عندي اغلى من اي حاجه في الدنيا. خلاص بكره تجهز المطلوب، وعلى اخر النهار اكلمك نحدد ميعاد التسليم. حاضر، انا تحت امركم، وصدقني انا كلمتي واحده.